في يوم من ايام الصيف وانت مروح حران بتقابل عربيه تين شوكي وبتقف تاكل من عليها، ومش بس كده انت كمان بتقعد تقول للراجل كمان واحد. في ناس بتقول له قطع لحد اما اشبع وبعد كده حاسبني. بس عمرك سالت نفسك ليه لحد دلوقتي مفيش محلات بتبيع التين الشوكي؟ ومش قصدي محل يكون زي الفكهاني اللي احنا عارفينه العادي، لا انا قصدي حاجه كده شبه المطعم تروح تقعد فيه تاكل كميه التين الشوكي اللي تعجبك وكمان معاها مشروب يروق عليك كده. ايه السر ان التجربه كل مره بتكون مختلفه عند عربيه التين الشوكي؟ وليه لحد دلوقتي محدش فكر انه يطلع بفكره جديده؟ ليه تجربتك انت كمستخدم لحد دلوقتي لسه زي ما هي، بل كل مره بتبقى احلى من اللي قبلها؟ وانا هنا مش بتكلم عن التين الشوكي. في سنة 2009 ظهر تطبيق اسمه واتساب، وكان طفرة في عالم المحادثات. ابلكيشن بيقدم لك سيرفيس انك تتواصل مع الناس اللي انت عارفهم، بيشتغل بالانترنت ومش بيكلفك فلوس غير باقة النت بتاعتك. وده كان شكله مع اول اصدار ليه نزل على الاب ستور، لان ساعتها ما كانش فيه جوجل بلاي اصلا ولا حتى اندرويد. رغم ان الشكل اللي كان عليه في 2009 يبان لنا قديم دلوقتي، لكن الناس كانت مبسوطة جدا بالتطبيق وطريقة استخدامه. بس لسه شوية، احنا عايزين حاجة اسهل. لحد سنة 2018 ومن ساعتها والتطبيق على الشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. ساعات بتتغير فيه حاجات بسيطة كده وممكن اصلا ما تاخدش بالك انها اتغيرت. الفكره ان انت مش بتعتمد على التطبيق ده دلوقتي كتطبيق عادي على الموبايل، ده اصبح جزء من يومك العادي جدا. لو انت طالب فانت بتستقبل من عليه المحاضرات بتاعتك والحاجات اللي فاتتك، ده بغض النظر عن جروب الدفعه اللي ما بيسكتش. ولو انت بتشتغل فانت اغلب شغلك بيكون عليه، بتتواصل مع مديرك، بتكلمه، بيبعت لك تاسكاتك، بيبعت لك شغلك، كل الكلام ده. واكيد بتطمن منه على اهلك اللي انت مش بتقدر تشوفهم كل يوم. ده حتى عليك جروب اللي انتوا بتتفقوا فيه على الخروجه اللي من 2018 لحد دلوقتي لسه ما اتعملتش. حتى طلبات البيت بقت بتجيلك على الواتساب عشان خاطر ما تنساش. رغم ان الشكل العام للتطبيقات لسه زي ما هو من فتره كبيره، الا ان الشركات شايفه ان ده انسب طريقه تقدر تستخدم بيها الاب وتقضي فيه اطول وقت ممكن. ولكن كل ده بيسقط قدام الشغف والجدل والفضول، اللي لو اتحطت المكونات ديت على اي حاجه ايا كانت حتى لو قديمه، تاكد ان الحاجه دي اكيد هتنجح. الإنسان من بدايته بطبعه محب للاكتشاف، وده اللي خلاه يكتشف حاجات زمان زي النار اللي كان بيولعها عشان يتدفى، ولحد دلوقتي أي حاجة جديدة هي اللي بتحركه. من كام يوم كده طلع عم مارك زوكربيرج وكمان عم إيلون ماسك وعملوا خناقة كبيرة قوي. الاتنين بيتحدوا بعض في منافسة الأشرس من نوعها. وقبل المنافسة ما تبدأ يجي عم مارك زوكربيرج ويعمل الجلاشة مع إيلون ماسك. استغل الفترة اللي هو كان فيها ترندنج هو إيلون ماسك والناس بتتكلم عنهم كتير، وطلع بتطبيق جديد اسمه ثريدز. تطبيق عادي جدا، نسخة طبق الأصل من تويتر بس عليه شوية بهارات. أول حاجة، الناس اللي عاملين لك فولو على الانستجرام أول ما يعملوا أكونت على ثريدز هتلاقيهم عملوا لك فولو مرة كمان. تاني حاجة، مفيش حاجة اسمها عدد تويتات محدودة، هتشوف كل حاجة وتكتب براحتك وتتكلم براحتك على الابلكيشن. تالت حاجة ودي أهمهم، لو أنت شخص موثق وعندك العلامة الزرقاء على الانستجرام، فأنت أول ما تعمل أكونت على ثريدز هتلاقي الأكونت بتاعك عليه الفولورز بتوعك وكمان موثق. أظن مفيش دلع أكتر من كده. رابع حاجة، أنت ممكن تكتب مقال كامل على ثريدز، على عكس تويتر اللي الكلام فيه محدود وعدد حروف معينة. كل المميزات دي اللي هي عيوب في تويتر عم مارك خدها وراح قال لهم خدوا يا جماعة الموضوع مش مستاهل. كده كده الناس عندها فضول، وده اللي خلى الابلكيشن يحصل له بوم، وده اللي خلى التطبيق اللي لسه معمول من كام يوم يوصل لاكتر من 10 مليون مستخدم. وعلى شرط كل المستخدمين اللي موجودين على ثريدز في اخر احصائية اللي هي بالمناسبة من كام يوم يعني، بتقول ان الاكونتس دي كلها اكونتس حقيقية واكتف جدا. بطبيعة الحال انت اول ما بتعمل اكونت مثلا على تويتر فانت بتخش تكتب اي كلام كده تجرب بيهم الابلكيشن وتشوف ايه الدنيا، في حد هيشوف التويته، في حد هيرد عليك ولا لا. فبالك بقى ابلكيشن جديد لسه الداتابيس بتاعته ورقه بيضاء، فجاه كده الناس كلها بقت تخش تكتب عليه. ده اللي ما كانش عارف يكتب ايه كان بيخش يكتب هو ايه الحوار ده يا جدعان. خليني اسالك سؤال مهم جدا، لو جيت قلت لك اني همنعك من موبايلك 24 ساعه هيكون ردك ايه؟ اكيد لا، مستحيل اقدر اعيش من غير موبايلي المده دي كلها. ولو سالتك ليه مستحيل تسيب موبايلك هيكون ردك في الغالب حاجتين اتنين، يا اما انك بتعتمد على موبايلك في اغلب شغلك فهيبقى صعب عليك شويه انك تبعد عنه، وخاصه ان الفتره ممكن تبان كبيره، او هترد عليا رد تاني وتقول لي مش عارف. تعالى كده اقول لك على حاجه، انت عايز الموبايل ليه؟ هتقلب، هتفضل تسكرول طول اليوم، رغم ان موبايلك هو ما اتغيرش، بس اللي كل مره بيتغير هو المحتوى اللي انت بتتفرج عليه على الموبايل، المحتوى القائم على فكره السكرولينج اللي انت مش عارف ايه اللي جاي بعد كده. وده اللي بيخليك تفرز كميه دوبامين مش طبيعيه طول الوقت، ويوهمك في خلال الفتره اللي انت مسحور فيها قدام الموبايل انك كده سعيد. وهنا بقى نرجع لنفس فكره عربيه التين الشوكي اللي اول ما تشوفها من بعيد يبدا هرمون الدوبامين يتفرز وتبدا تتحرك، وطول ما انت واقف انت موهوم انك مبسوط. كل ده هيروح لحظه ما تخلص اكل وتقول له الحساب كام، وتكتشف ان الوقت فات بسرعه وحسابك تقل. يمكن مش هتكون قادر تدفع ساعتها وهترجع تقول يا ريتني، فالحق نفسك بدري بدري. كل تين شوكي براحتك، بس ابقى عارف في البدايه هتاكل كام واحده وحسابهم كام عشان تعرف تحاسب بعدين. وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتشغل جرس التنبيهات وتستناني الاسبوع الجاي.
واشوفكم على خير. سلام.